قبل ما تسمع عن البصمة في أجهزة آيفون وسامسونج، كان في موبايل اسمه بانتك GI 100. الجهاز ده من الشركة انت ما تعرفهاش ولا انا كنت اعرفها قبل ما احضر الفيديو ده، بس الجهاز ده نزل في 2004 وكان اول جهاز في التاريخ يجي بمستشعر بصمة حقيقي. والله 2004، قبل بقى ابل وايفون وال جي، وقبل ما فكره البصمه اساسا ككونسبت تبقى متاحه في التليفونات. كانت البصمه بسيطه جدا، كان تليفون فليب تقدر تفتحه وتقفله، وكانت موجوده في زرار الاوكي، فكان بيزك جدا متوقع جدا. وكمان ما كانش بيقدم مستشعر بصمه بس وخلاص، لا ده كمان انت كنت تقدر تتحكم في الزرار ده وتطلع فوق وتنزل في القوائم، فكان ليه استخدامات كمان، يعني كان متطور. الشركه سبقت الكل وسبقت عصرها، ودي الغلطه اللي بتقع فيها اغلب التليفونات لما تقدم تكنولوجيا لسه العالم مش مستعد لها. بس كده، ده كان فيديو سريع من سلسلة الحنين للماضي. لو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. كان معكم حازم تك فيو، سلام.